خاصنا ضروري فيما يكون شي ماتش ديال الفريق المغربي مع الجزائر ضروري خاصنا نديرو فيديو. الرياضه ما عندناش حنايا مسائل سياسيه، ما غاديش حنا بالعسكر، النظام العسكري ولا النظام ديال الشنقريحه ولا النظام ديال التبون ولا النظام ديال ما عرفت شنو هو هذا يدخل في الرياضه اللي وقعوا ما غاديش ندوزهم للجزائر عاوتاني. ما كنبغيش نهضر على الجزائر، ولكن كترغموا عليا انني نهضر على الجزائر. عندنا علاقات مع اخوان ديالنا الجزائريين، انا ما كنعممش. السلام عليكم ورحمه الله الاخوان والاخوات، كنتمنى ان كل شيء يكون بخير وعلى خير. تحياتي لكم جميع الاخوان المتتبعين ديال هذه القناه. اولا وقبل كل شيء غادي نهضر على فريق الرجاء البيضاوي اللي نهنئوا على الفوز، وان شاء الله ديما الفوز ان شاء الله ضد الفريق سيمبا تنزانيا اللي فاز ب3-0. الهدف الاول اللي ماركاه حمزه خابه، والثاني سفيان بن جديده، والثالث اسماعيل المقدم. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله فريق ديال الرجاء البيضاوي. ضروري خاصنا نبقاو نهضروا، ضروري خاصنا نخرجوا داكشي اللي عندنا. يعني الحوايج اللي وقعوا ما غاديش ندوزهم للجزائر عاوتاني. ما كنبغيش نهضر على الجزائر، ولكن كترغموا عليا انني نهضر على الجزائر. انا نقول الكلمه ديالي في حق هذيك المعامله اللي التعامل الحكم ديال الكابرانات او الحكم ديال العسكر او الحكم الجنرالات او الى اخره. كل يجمعون على ان النظام العسكري الجزائري ظالم، وان ما يمارسه مع المغرب هي مسخره حقيقيه لا يمكن ان يفعلها او يقدم عليها من لديهم ذره من الرجوله والكرامه او حتى ذره من العقل. حتى الان ما عرفناش شنو هو اللي ضارهم هاد الجزائر. الفريق ديال الوداد البيضاوي اللي مشى يلعب المقابله الثانيه في العصبه ديالو اللي مشى يلعب، انا ما غاديش نهضر على الخسران. يعني عادي كره كتلعب معاك كتخسر، كاينه شي منافسه اللي تكون في التيران، التلاحم والمنافسه والى اخره. مسائل التقنيات ما غاديش نهضر عليها. الوداد خسرات ب1-0، ما عندناش المشكل. يعني ما غاديش نهضر انا في المسائل التقنيه ديال الوداد وهذه، واخا انا رجاوي وكنبغي الرجاء وكنهنئ الرجاء وكنبغي الوداد تخسر مع الرجاء وبزاف ديال الحوايج ما عنديش فيها المشكل انايا بالنسبه لهزيمه الوداد مع الشباب القبيل، لان كره عادي كتربح كتخسر، كيما ربحتي كيما غادي تخسر كيما غادي تتعادل، مره عليك مره اليك. هذه هي كره القدم. كره القدم كتجمع، يعني الرياضه كتجمع. حنا عندنا مقابله ديال كره القدم يعني الرياضه. ما عندناش حنايا مسائل سياسيه، ما غاديش حنا بالعسكر بحال الاعلاميين ديال البعثه ديال الوداد اللي خداو ليهم الاجهزه ديال التصوير والمعدات ديال الاعلام كلهم حجزوهم لهم في النظام العسكري ولا النظام ديال الشنقريحه ولا النظام ديال التبون ولا النظام ديال ما عرفت شنو هو هذا يدخل في الرياضه. الى جانب انهم صادروا المعدات اللي جايه مع اشخاص اللي كانوا مرافقين للفريق. ممنوع عليك تصور الفريق ديالك، وممنوع ان توصل للمغرب ديالك انه توصل لهم المعلومه وفين كاينين وفين اللوطيل اللي شادين. وهذه الغريب في الامر ان شفنا صحافه جزائريين كينتقدوا النظام وكينتقدوا الملعب، العشب ديال الملعب، وكينتقدوا بزاف ديال الحوايج. وفي بدايه المقابله ان شفنا النظام العسكري انه تدخل حتى في عدم رفع الرايه المغربيه. في اذا نتوما ما تبقاوش تلعبوا العصبه وما تبقاوش تلعبوا التظاهرات الدوليه على هذا الحساب. عندك مشاكل سياسيه سير فاريه مع الناس ديال السياسه، عندك مسائل عسكريه سير فاريه مع الناس ديال العسكر. راه كاينين الناس ديال العسكر، ماشي هاد جيتا الفريق ديال كرة القدم بحال المنتخب. رجعوا معكم المنتخب اطفال ديال اقل من 17 سنه اللي لعبوا النهائي ديال كاس العرب اقل من 17 سنه، اللي انهزم المنتخب الوطني المغربي في المباراه ديال النهائي وتعدى الجمهور. تعدى، انا متيقن يعني بلا ما يقول لي شي حد. يعني حنا الشعب الجزائري عنده درايه بزاف ديال المعلومات. انا ما كنعممش، دائما ما كنعممش، سواء اللي مدفوع اللي كيعطيوهم الاسلحه البيضاء وهذه وانهم يتعداو على اي مغربي يتعداو عليه، والشعب اللي واعي. راه عندنا علاقات مع اخوان ديالنا الجزائريين، انا ما كنعممش. يعني نبقاو في الموضوع ديال الوداد ديال العالم ديال المغرب، الرايه ديال المغرب. مني منعتي انك ما ترفعش الرايه ديال المغرب في ملعب ديال الشباب القبيل الوداد البيضاوي، واعترض فريق الوداد البيضاوي اعترض انه ضروري خاص ترفع الرايه ديال المغرب عاد نلعبوا المقابله. الجزائر كيقول بان حقا ما عندناش الرايه ديال المغرب، ومشكله هبط الرايه ديالو في البلاد ديالو.
يعني انك انت رغمتي على راسك تهبط الرايه ديالك، يعني نتوما موالفين تهبطوا اي حاجه، موالفين تهبطوا هذه عادي. يعني مادام هبطتي الرايه ديالك في بلادك في الملعب ديال شبيبه القبيل، على وديت باش ما ترفعش الرايه ديال المغرب، يعني راه عادي. عاد المغرب ما كيشوفش في هاد الحسابات وفي هادشي ديال الاطفال، المعامله السبيانيه ويعني الانسان كيعبر على الحقد وعلى الكراهيه وعلى البغض ديالو. يعني المغرب ما كيعبرش على ديما كرم الضيف وكيحسن المعامله، وبزاف ديال الحوايج كيعبر عليها المغرب جميله جدا، باش يبقى يستقطب الناس يجيو عنده من جميع بقاع العالم، ودي سمعه طيبه على المغرب ويتعامل معاه، واخا يكون الانسان خبيث يولي طيب. هذا ثقافه مغربيه. انا ملي كنجي عندك انت ضايفني باش ما طلعش الرايه ديال المغرب، هبطتي نتايا نزلتي نتايا الرايه ديالك في بلادك، لعبتي بدون الرايه، عطيتو الرايه لبعض في الجمهور ورفعوها مقلوبه. باش تفهموا حنا عارفين المشاكل اللي كاينه في الولايه ديال القبيل، شبيبه القبيل اللي مع النظام اللي باغيين يستقلوا، باغي يديروا الدوله ديالهم في القبيل. هذوك القبيل اللي لعبنا عندهم، اللي لعبت عندهم الوداد البيضاء، واللي نهزمت معاهم بواحد صفر، انهم راه ضد النظام العسكري. بوفوار اساسان، بوفوار اساسان، هكذا رددها ملعب كامل. اجتماعي معولين دخل البوليسيه والعسكر السيفيل باش يسبوا الفريق المغربي، دونك ما كانش سبان بالفريق المغربي، السبان كان ضد العصابه. المهم نبقاو في كرة القدم، ما نهضروش في مسائل سياسية. راه غادي تمشيو تقلبوا وغادي تسولوا على شبيبة القبيل، وغادي تقلبوا على ولايات القبيل، وغادي تعرفوا المشاكل اللي كاينه مع النظام ديال الجزائر، يعني بلا ما نحتاج نبدا نشرح فيها انا هنا. راه المعلومات راه كاينين كلشي. ما كنهضروش على الوداد تخسر ولا تربح، حنا ما عندناش مشكل. حنا ربحت لينا الراجع، عندنا الراجع كمغاربه، حنا كنهضروا هذه مسألة وطنية، كنهضروا على مسألة وطنية. يعني علاش الحكم الكابرانات والحكم الجزائر ما باغيش يجمع راسو؟ خلاص خاصنا ضروري فيما يكون شي ماتش ديال الفريق المغربي مع الجزائر، ضروري خاصنا نديرو فيديو. عجبونا بشي حوايج ونديرو لكم فيديو زوين. وشوف انا لحت في الفيديو ياك، انا كنهضر على الجزائر، النظام العسكري، النظام ديال شنقريحه وعاد مجيد تبون والاتباع ديالو والمسائل الى اخره، الاتباع ولا النظام العسكري ولا. المهم راه غادي يرد عليا شي من الاتباع ديال هادو اللي ذكرت دابا، شي جزائري من الاتباع ديال شنقريحه ولا من هادو اللي ذكرت دابا، راه غادي يرد واحد الرد اللي غادي يكون قاسي بزاف، وما غاديش يعجب التبون وما يعجب شنقريحه وما غاديش يعجب العسكر وما غاديش يعجب النظام كامل، ما غاديش يعجب الا بعض الجزائريين. وتحيه للجميع وشكرا على المتابعه، وشوفوا فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. تحياتي.